عسلامة ومرحبا بكم في قناة الماكلة البنينة مع أمينة. اليوم باش نودكم بغوصات طاجين سبناخ بالدجاج والقوطة، وصفة سهلة وبنينة تعمل 66 كيف. وتوا باش نتعداو لمرحلة التحضير. نستحقوا كعبتين بصل، 200 جرام سبناخ مقصوص، شوية زيت، جبن مرحي حسب الرغبة، قوطة، 9 كعبات عظم، والدجاج انتي والكمية اللي تحب عليها. وبالنسبة للتفويح نستحقوا فلفل أكحل وملح، كليل وكركم، شوية زبدة، 3 توابع جبن، ولكم الاختيار في نوعية وكمية الجبن اللي تحطوها. أول مرحلة سخنت الزيت وضفت عليه شوية بصل، نكمل نضيف الدجاج ونزيد عليه الكركم والكليل، ونزيد معاهم شوية الملح والفلفل الأكحل، ونقلي المكونات الكل مع بعضها. نزيد شوية ماء ونخلي الدجاج متاعنا يطيب سلة سلة. وبالنسبة للمرحلة الثانية ذوبت الزبدة وضفت فوقها شوية بصل، كملت حطيت فوقهم كمية السبناخ، ونحرك مليح مليح لين يذبل وياخو مطعم الزبدة اللي باش يزيدو نكهة. وبعد ما طاب الدجاج وريحته فاوحة ما شاء الله، نضيف عليه الجبن المرحي، ونكمل نزيد القوطة ونخلطهم مع بعضهم. نضيف الجبن المكعبات ونكمل عليهم السبناخ. وأخيرا نزيدوا العظم ونخلطوا المكونات مليح مليح لين تتجانس مع بعضها. آخر مرحلة خديت طبق ودهنته بالزبدة، وباش نضيفلو الخليط وباش نحطوه في الفور على 180 درجة من الفوق ومن اللوطة لمدة 30 دقيقة. وكما تشوفوا ما شاء الله الطاجين متاعنا حضر، ريحته فاوحة والبنة موجودة. هذه غصة الطاجين، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكون واضحة. وما تنسيوش تشتركوا في القناة متاعي، وأنا نوعدكم بغصة سهلة في قناة الماكلة البنينة مع أمينة.